توقع المصالحة مغربية جزائرية عبد الفتاح نعوم وفق المعطيات الآنية والحالية ماشي كنتوقعها. هي المصالحة الجزائرية مع المغرب، هما المغرب راه ما مخاصمش معاهم، المغرب ما مخاصمش معاهم. ثانيا الدول ماشي دراري صغار، انا ما غاديش نتخاصموا دوك تصاليحتك وداك الشيء ديال الدراري الصغار. هذه دول مصالح الشعوب هذه ومصير مشترك يعني ماشي شي حاجه اللي فيها اللعب. المفروض علاش المغرب خدا قرار من الاول انه ما يدخلش معاهم في هذا الشيء، ما مشى معاهم في هذا التصعيد، ما دخل معاهم في هذه المسائل ديالهم، ما حرق معاهم حجره. هما اللي عندهم مشكل مع المغرب، والمشكل اللي عندهم مع المغرب هو المشكل مع راسهم، ما خصهم يحلوا مشكلتهم مع راسهم. راهم بداو كيحلوا مشكلتهم مع راسهم لانهم كانوا عندهم مشكل مع فرنسا. كاين المؤشرات، ودابا غير واش انت كنت تتوقع كان بوعلام سنصال شادينو وتيقولوا هذا الرئيس الجزائري خاصو يسب فيه. تخيل واحد سجين عمرك شاد في شي بلاد في العالم، شاد مسجون شادينو على رايه، وخارج الرئيس ديال الدوله تيسبوا تيسب فيه، يعني سب وشتم هكا تيعايروا نيشان بسميتو يذكروا هكا تيسب فيه ويعاير. فاذا بهم ولاو دابا غادي يطلقوه. علاش؟ مشكلتهم مع بوعلام سنصال شنو هي؟ هو قال لهم ان راه الغرب الجزائري مغربي، والمشكله الاصليه شنو هي؟ المشكله الاصليه هي انه فرنسا اعترفت بالمغربيه الصحراء، بداو يصعدوا مع فرنسا شويه، هضر هذاك السيد شدوه شويه، بداو بانوا لهم مشاكل اخرين مع فرنسا كيتعلقوا بالهجره ومساله العائله، شي اللي بيناتهم. دابا هذا الشيء بغى يختزلوه كامل في انه هذاك السيد بقى فيهم، ورا الرئيس الالماني الله يجازيه بخير دخل بخيط ابيض ودوزوها. مادام كيتاخذوا القرارات بهذا الشكل وبهذه الطريقه وكيقدموا التنازلات بهذا الشكل وبهذه الطريقه، الا وانه الوضع صافي سلس. علاش غادي نحملوا الامر ما لا يحتمل؟ ممكن فعلا، هذه الحقيقه، مسعى انساني ديال الرئيس الالماني مع نظيره الجزائري وطلقوا السيد باش يتعالج. هي لو كان الموضوع بسيط جدا، شي حاجه عاديه، شي حاجه انسانيه معزوله تماما عن السياسه، ترى شادينو لانه قال لهم الغرب الجزائري مغربي وقالها لهم من وراء الله فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، هما قاطعين العلاقه مع فرنسا. جاي واحد فرنساوي جزائري تيقول لهم هاد الهضره وجاي عندهم الجزائر، شدوه وخرجوا وصعدوه. يعني هما اللي كيرتكبوا هذا الغلط، هما عطاو الموضوع واحد الحجم كبير، ملي كيبغيو ينزلوا دابا شي واحد طلع وما كيبغي كيتهرس. هذا الشيء كيوقع لهم. وفرنسا باقا توتر. فرنسا دابا تكلم مدير المخابرات الخارجيه الفرنسيه قال لي مرة دائما كنبقى عندنا التنسيق معاهم، وراه ما قطعناش معاهم التنسيق والمعلومات، وقال لي ملي كانت شي حاجه غتضر فرنسا وجايه من الجزائر راه غيعطيونا المعلومات. قالوا هذا الشيء راه قالوا في لقاء تلفزيوني مدير المخابرات الخارجيه الفرنسيه، ماشي انا اللي تنقول، هذا الشيء موجود منشور، يعني كنقولوا امور اللي هي موثقه ومنشوره. هذا كنحاول. المشكله ديال الجزائر دابا مع المغرب هي خاصهم هما يلقاو التخريج، يلقاو الحل، لانه الجزائر دايره بحال البيضه. الا مشات كان عليها الضغط بزاف فامريكي وهذا غتهرس، ولا تهرسات غتكرر مشكله ليبيا، ومشكله ليبيا غتوصل في واحد المنطقه اللي كبيره، طرطشه كبيره درجه الهشاشه. لانه شنو غيقدروا يديروا؟ شنو القذافي مشى شد الميثاق ديال الامم المتحده وقطعوه، يقدروا يديروها الجزائريين؟ القذافي دار لو كيربي، القذافي دار، يقدروا يديروا شي جزائريين؟ الجزائريين يقدروا يديروا داكشي كان كيدير صدام؟ يقدروا. هما معاندين، ما عندهمش يوقف لك البيضه في الطاس، ما غتسناش. دابا المشكله ديالهم ولا يوقف البيضه في الطاس، واش عنده الصلاحيه والقدره انه يشد البيضه ويشد الطاس؟ هو دابا بعيد على الطاس وبعيد على البيضه، هذا هو المشكله. ما عندوش الاليه، ما عندوش دابا الموضوع خارج من يديه تماما. الا ما بغاوش يدخلوا في هذا الشيء في الفصل السادس غيدار بهم، الافضل لهم يدار بهم يكونوا كاين. نتوقعوا مفاوضات هما اش كيقلبوا دابا جزائريه ثنائيه. انا بالنسبه لي ما كتبان لي حتى حاجه مستحيله مادام هذا الشيء التسارع ديال الاحداث بهذا الشكل. شكون كان كيتوقع هذا القرار ديال الجزائر؟ وشكون كان كيتوقع الموقف الاعتراف الامريكي والفرنسي والاسباني؟ شحال كان عندنا خيال علمي